بكتب، ودول بيبقى اصعب سؤالين عليكم في الامتحان. بسأل نفسي 6 أسئلة، وانا بقرا بدور على اجابه ال6 أسئلة، وانا بكتب الباراجراف بكتب اجابه ال6 أسئلة دي. فهو حتى بيقول لك when you read when you write، لما تقرا ولما تيجي تكتب. شيل ايدك من على وشك يا مالك. When you write, there are 6 questions to keep in mind. When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions. هيبدأ بقى دلوقتي يفند لك كل سؤال. ركز في اللي انت بتسمعه بس. انت بتدور على ايه؟ To keep in mind. Who is this story about? هو دي بتيجي معناها ايه؟ كلمة هو دي كأداة استفهام اسمها ايه؟ معناها ايه؟ من من ايه بقى؟ لأي حد ولا من للفعل العاقل؟ اللي احنا كنا بنقولها كلمة مين؟ ايوه كلمة مين، برافو يا محمود. كلمة مين للبني ادمين اسمها ايه؟ هو. من للفعل العاقل بيقول لك who is the story about؟ مين الشخص اللي القصة بتدور حواليه؟ او مين الشخص اللي بتتكلم عنه القطعة بتاعتي؟ او مش شرط على فكرة تبقى الشخص، ممكن يكون بيتكلم عن شيء، ممكن يكون بيتكلم مثلا عن التكنولوجي، ممكن يكون بيتكلم عن البولوشن التلوث. فهو دي عايدة على الاثنين. اوكي؟ هو المفروض ان غير العاقل تاخد واتش، بس انا بقول لك ان هو او واتش، يعني انت بتدور على الاثنين، عاقل او غير عاقل. What happened and what went down? What happened and what went down؟ ايه اللي حصل وايه الاحداث اللي حاصله في الباراجراف اللي انت بتكتبه او في القطعه اللي انت بتقراها. The time. When is the time or date؟ التاريخ او الوقت، ومش شرط تاريخ ووقت محدد. قلت لك الزمن بتاع القطعه اللي انت بتقراها. شيلي لك انا خدها كمان. الزمن بتاع القطعه اللي بتقراها. لا لو حطيت، بص يا مالك، ايدك لمست وشك وانت عايز تنام هتنام. انت بقول لك صح صح، وجنبك كوبايه الميه كده تفوق نفسك بيها. الوقت او الزمن اللي بتدور حواليه الكومبريهنشن القطعه، او يا زياد يا وائل الزمن اللي بتدور فيه الايه الباراجراف بتاعي، الوقت اللي حاصل فيه الباراجراف بتاعي اللي انا بكتبه. Date. Where does the story take place? المكان فين بقى؟ يوسف عبد الرحيم افتح الكاميرا. المكان فين اللي بتحصل فيه الاحداث دي؟ How did things happen and work out? هاو دي بقى اللي هي التفاصيل. ايه اللي بيحصل بقى؟ التفاصيل كلها من جوه. Why did it all come about? When you write, there are 6 questions to keep in mind. When you read, when you write, there are 6 questions to keep in mind. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions to keep in mind. Who is this story about? What happened and what went down? When is the time or date? Where does the story take place? How did things happen and work out? Why did it all come about? Who, what, when, where, how, and why. These are 6 questions to keep in mind. If you like this video, be sure to give it a thumbs up. اوكي تعالوا بقى نطبق الكلام اللي احنا قريناه ده على قطعة comprehension. يعني بمعنى ايه؟ تعالى نبص مع بعض هنا في قطعة الكومبريهنشن، قطعة عليها اسئلة اهي، ونطلع اجابات الاسئلة دي وانا بقرا. اوكي؟ واحد واحد فيكم هيقول لي. الاول كده هعمل معاك دلوقتي شير لقطعة comprehension من منهج سنرات اللي قدامك، بتلاقيه فلاش. وده غلط. انت ازاي بتقيس مهارة القراية؟ مهارة القراية عندك بتتقاس
بان حضرتك تكون بتعرف تقرأ وتفهم، وبالتالي بتعرف تحل. خلاص، تعال نجيب هنا الكومبريهنشن دي. هدور بقى، احنا قلنا على what where when how and why. اوكي كده. طيب what قلنا اللي هو العنوان او الموضوع او الفكرة الرئيسية بتاعت الكومبريهنشن بتاعتي. when الزمن بتاعها امتى، فين الزمن بتاع القطعة بتاعي ايه. هل حاجة بتحصل كل يوم يبقى present simple، هل حاجة حصلت تبقى past simple، وهكذا. اوكي. لو بدي وصف الشيء والكلام ده هتبقى verb to be، وهناخده تفصيلا دلوقتي. how ازاي الاحداث بتحصل، ايه اللي بيحصل، مين بيعمل ايه، طب مين بيروح فين، طب مين بيتصرف ازاي كده. how. واي ده اللي هو بقى دي بتبقى في النهاية خالص، ومش واي مقصود بيها ان انا بقول السبب، لا، انا واي هنا بقول الرأي او الشعور او الاحساس اللي انا بحسه او الكاتب بيحسه. خلاص، او بجمل فيها في الاخر ليه بقى انا وصلت للي انا وصلت له ده. خلاص. بعد كده عندك كلمة هو بقى، الناس او الاشخاص اللي في القطعة عندي، سواء انا بقراها او بكتبها، كم شخص ومين هم الاشخاص دي. اوكي. فتعالوا كده نمشي حاجة حاجة. هنبدأ كده قراءة القطع. بيقول لي أول حاجة farmers are very important to us. الجملة دي في حد مش فاهم معناها؟ farmers are very important to us أو important to us. في حد مش فاهم معنى الجملة دي؟ ما يكسفش. الفلاحين يا مس بيكونوا مهمين جدا. لينا. أوكي. They produce a lot of food for us to eat. They produce. الفيرب produce خدناه وعدى علينا في سنة رابعة، معناه إيه؟ ينتج. هما بينتجوا لنا a lot of food for us to eat عشان ناكله. They grow. هما بيزرعوا ايه؟ grow ايه؟ rice in Egypt. بيزرعوا رز في مصر. They also grow vegetables like tomatoes and onions. بيزرعوا كمان خضار زي الفاكهة زي الطماطم والايه؟ والبصل. They grow fruits like watermelons and bananas. كمان بيزرعوا فاكهة. على فكرة بعد ما اخلص قراية انا بترجم لك زياد يا وائل فوق لي كده، اقعد عدل. بعد ما اخلص دلوقتي حالا من القطعه دي، اول قطعه the first paragraph، اول ما يخلصوا هتطلعوا لي منها اجابات للست اسئله دول، فركز في اللي انا بقوله. بيزرعوا كمان فاكهه زي الووتر ميلون، ميلونز اللي هو زي البطيخ، والايه بانانز اللي هو الايه الموز. they can raise the chickens to get eggs and meat. كمان بيقدروا ان هم يربوا الدواجن عشان يحصلوا منها على اللحمه والبيض. طيب the main idea او what او الموضوع اللي بتدور حوالين الفكرة دي بتدور حوالين ايه؟ مين يجملها لي في جملة واحدة بس، او حتى في كلمة واحدة بس؟ زراعة ال بس هو ما كلمنيش على الزراعة بس يا جودي. انا هقرأها مرة تانية كده وفكروا في السؤال ده عشان اجاوب اجابة what. farmers are important to us. farmers are important to us. They produce a lot of food for us to eat. They grow rice in Egypt. They also grow vegetables like tomatoes and onions. They grow fruits like watermelons and bananas. They can raise chickens to get eggs and meat. هو they دي عايدة على مين؟ ان هم يمس الفارمرز بيزرعوا وبيربوا الدواجن. تمام، يبقى هما مهمين ولا مش مهمين يا جودي؟ مهمين. طيب يبقى انا هتقوليها لي بالانجلش ازاي؟ farmers is very important. بس ممكن اقف لحد هنا. farmers are very important. المزارعين او الفلاحين مهمين. طيب ما تسرحش يا مالك. جودي معلش اقفل المايك عشان اسال حد تاني. زياد يا وائل، الشخصيات اللي هي هو، انا مين اللي ذكرته هنا في القطعه؟ farmers. ما أنكل يس. بس ما تجاوبش بقدرك يا مالك. ما أنكل farmers. لا، هسألك سؤال تاني. how farmers are important. how ازاي هم مهمين؟ مهم. اقرا القطعه، ارجع للقطعه اهي قدامك، انا مش هقراها، زوم عليها كده بايدك كده، قرب الصوره شويه ليك وجاوب على السؤال. how ازاي هم مهمين، بيعملوا ايه؟
they produce a lot of food for us ماشي eat. They grow rice in Egypt. ماشي They also grow vegetables like tomatoes. vegetables مش vegetables Vegetables like tomatoes and onions. onions مش onions onions Onions. They grow fruits like watermelon and bananas. They can raise chicken to get egg and meat. برافو. يبقى دي هاو. كل هنا يركز، مش الشخص اللي بسأله بس. جودي افتح الكاميرا. طيب يا محمود، أيوة يا ميس. هو الزمن ايه في القطعة دي؟ الزمن اولا قولي الخطوات اللي انت هتمشي عليها عشان تعرف الزمن بتاع القطعة. هتدور على ايه؟ ايه اللي في الجملة بيعرفني زمن القطعة؟ الاسم ولا الفعل ولا الصفة؟ اسم الفعل. الفعل. الفيرب. اكسلنت. دور لي كده على الفيرب كده وشوف مع ازاي ايه التغيير اللي حصل للفيرب ولا جه في المصدر. في تغيير او في زيادة زادت على الفيرب زي لا. الفعل grow؟ لا، الفعل جه في المصدر صح؟ طب ايه الزمن اللي اه. الفعل بيجي فيه في المصدر؟ وهل الفلاحين بانتظام بيزرعوا البطيخ والبنانز والحاجات دي؟ يبقى في اه. اعتمادية. يبقى الزمن ده اسمه ايه؟ مضارع. مضارع ايه؟ مضارع بسيط. excellent present simple. excellent. close your mic. طيب يا عبد الرحمن، هم الفلاحين دول فين؟ اللي هي وير بقى. الفلاحين دول مكانهم فين؟ ثانية زيمبابوي؟ هجاوب. في زيمبابوي ولا فين؟ هي مش موجودة في القطعة بس انت من فهمك. يعني هي كلمة عدت كده، البلد عدت كده. where؟ لا ثانية، هاخد كام دقيقة استنى. اوكي. ايجيبت. Egypt. yes Egypt. excellent. close your mic. طب يا يوسف عبد الرحيم، احنا قلنا what و where و when و how و why. في حاجة ناقصة كده من الأسئلة بتاعتنا، وقلنا هو. احنا كده حلينا الست أسئلة يا يوسف، صح؟ عبد الرحمن افتح الكاميرا. اللي كده يعني تاني. احنا كده حلينا الست أسئلة صح يا يوسف؟ اه يعني انتوا كده جمعتوا المعلومات من أول قطعة قريتها. طب تعالى نقرأ القطعة التانية كده يا يوسف وهتقولي عنوان ليها، اوكي؟ ماشي. يعني العنوان ده هتجيبولي في جملة واحدة. الباراجراف التاني بقى: My uncle is a farmer. My uncle is a farmer. He works hard on his farm. My cousin helps him grow plants. They grow many kinds of delicious fruit. We get fresh mangoes from the farm every year. They are different animals. There are different animals on the farm like goats, cows, and the donkey. I like to visit him every summer. I help him on the farm. It's interesting. مس هو حضرتك في أنهي قطعة؟ الباراجراف التاني يا جودي ده. اوكي، يبقى الباراجراف التاني لو طلب منك ان انت تعمل summarize تلخص الباراجراف in one sentence or two sentences، جملة او جملتين. انا هطلب منك تلخصه لي في جملتين، two sentences. اوكي، هتلخصه لي في جملتين. هتقول ايه الباراجراف التاني؟ ممكن أقول my uncle is a farmer. He works hard on his farm. اوكي. طيب لو جيت اللي هو حلو جدا يا يوسف، برافو عليك. يبقى انا بس مش عايزاكم تتعودوا على ان انتوا تاخدوا اول جمله واول جملتين في القطعه. انا عايزاك تتعود بقى انك تعبر وتكتب بقى باسلوبك وبطريقتك. اوكي، ودي هنوصل لها ايه بالتدريب مره على مره. عبد الرحمن الكاميرا لو سمحت. آه يا مالك فرغلي اقرا لي كده اول سؤال في التشويسز. يعني نفهم القطعة. ايوه القطعه مكان حلو، احنا قريناهم. farmers grow uh,
like tomatoes and onions. onions. ها vegetables. vegetables. excellent. التوماتوز والonions من الايه؟ خضروات. هو فوق قالها لي they also grow vegetables like tomatoes and onions. هنا تحت سألني الطماطم والبصل من ايه؟ يبقى من الفيجيتابلز. اوكي. عبد الرحمن answer the questions number two. The question number two. open your mic يا عبد الرحمن. زياد وين ما دخلش صح؟ تحته. اوكي open your mic. اقرأ. رقم 2. اقرأ number two. fruits. اقراها read it. watermelons and bananas are يعني اعمل اللي فيها، انا مش فاهم، ما انا هحلها، ما انا حليتها. اوكي ما انا بقولك اقرأها read it. طب ما انا قرأتها. زي الفل شاطر صح. تتخانق ليه؟ watermelon. ما جودي. فيش. جودي نعم. يلا يا جودي. question number one. قري كده. why are farmers very important? Why are farmers very important? because they grow Hmm. um, they grow the vegetable and fruits Hmm. and Hmm. um, and uh, his شايف؟ farm like goats, cows and donkeys. حلو جدا. حلو جدا اجابتك. انت جاوبتها من فهمك صح كده يا جودي. صح. ممتازة جدا. انا هو ده اللي انا عايزاه. مش عايزاك تجري تخطط لي في القطع على جملتين وخلاص. هي قالت لي هما بيزرعوا الخضار والفاكهة، بس كان ممكن اجمل الخضار والفاكهة دي في جملة خالص واحدة بس يا جودي اللي هي ايه؟ they produce a lot of food for us to eat و they keep or raise animals. وعجبتني اجابتك حلوة جدا. خلاص كده يا شباب، يعني الجزئية دي كده بقى صعب عليك تحل قطعة الكومبريهنشن. لا. لسه فيها صعوبة. السؤال التاني بيقولك ايه summarize. summarize يعني ايه؟ لخص. summarize the second paragraph in one sentence. ركزوا في السؤال ده عشان ساعات يجيب لك second وساعات يجيب لك first وساعات يقول لك the comprehension القطعة كاملة، ولو القطعة كلها على بعضها باراجراف واحد فانت هتلخصها كلها على بعضها، فلازم اقراها واجاوب على الاسئله بتاعتها دي. طب دي كده فيها صعوبة عندكم يا شباب لحد دلوقتي؟ طيب عرفتوا تحلوا السؤال بتاع انا واي؟ مش فاهمة ايه يا جودي؟ مش فاهمة نلخصها ازاي. يعني تقولي اللي انت فهمتيه الفكرة الرئيسية او الموضوع اللي بيتكلم عنه القطعة. اوكي. فهمتيها زي ما انت ما جيتي دلوقتي جاوبتي لي السؤال اللي فوق ده بفهمك. ليه المزارعين مهمين؟ فقلتي لي علشان هم بيزرعوا وبيربوا وبيعملوا صح. طب لو جيت قلت لك لخصي لي بقى الباراجراف كله هتقولي لي ايه بشكل عام؟ هتقولي لي farmers are important. المزارع اوكي. مهم لينا. افتح الكاميرا يا زين. شباب كل مرة اللينك هيقفل هتدخلوا على نفس اللينك خدوا بالكم. طيب تعالوا نطبق الحاجة اللي انا بقى كنت عايزة اقولها. انت مش هتعرف تحل السؤال بتاع answer ده لو انت مش عارف ال question words. ما تفتحش يا مالك. لو انت مش عارف ال question words مش هتعرف تحل السؤال ده. ليه بقى؟ لان انت لازم تبقى عارف معانيهم اصلا ادوات الاستفهام. هتحل ازاي وانت مش عارف معاني ادوات الاستفهام؟ وده يرجعنا هنا للكورس اللي احنا كنا خدناه. عايزه اجيب لك صوره فيه مهمه جدا باخدها لك سكرين شوت واحطها لك على الجروب ترجعوا لها في اي وقت لان دي مهمه اصلا معانا. يعني طول الترم انت مطالب ان انت ايه؟ تبقى معاك حصيله الايه؟ ادوات الاستفهام.
هجيبها دلوقتي اهو معاكم، بس ادوني ثانية واحدة اهي. بصوا أداة الاستفهام دي، احنا قلنا ملي الفاعل عاقل او كلمة مين البني ادمين اسمها ايه؟ هو WHO. فاكرين كنا بنفرق بين وير وين بايه؟ كنا بنقول الار بتدور على المكان، الان تدور على الزمان. وير اين وين متى، وير اين وين متى. ايهما الغير العاقل؟ which ايهما which. what ما او ماذا. why اسألني لماذا، اجابتي عليها because. وساعات بتيجي to. وهنا جايب لي as و for، برضو بيديني بعديهم السبب ليه انت عملت كده. for مثلا for myself عشان نفسي. خلاص. بعد كده انا عندي whose، بسأل بيها عن الملكية بتاعت مين دي. قلت لكم زي العيل الغلس اللي يجي في الفصل كده ياخد استكتك ويقف قدام الفصل كله يقول ايه استكت مين دي. whose ملك مين او بتاعت مين، وبيجي بعدها على طول اسم الشيء المملوك. يعني مثلا اقول لك whose pen is it، whose car is it. بعد whose بيجي اسم الشيء اللي انا بسأل على ملكيته. انما فوق هنا كنا بنقول ايه أداة الاستفهام الفعل المساعد فاعل الفعل وباقي السؤال، عشان احنا بنحل السؤال بتاع rearrange. بعد كده عندي كلمة how تسألني ازاي او كيف. how تيجي مع الحال او وسائل المواصلات. احفظوا لي الادوات الاستفهام من اول هو دلوقتي حالا عشان اسمعها لكم بالعربي وانتوا هتكتبوها لي انجلش. من اول هو لحد how دلوقتي. يوسف عبد الرحيم شيل ايدك من على راسك وابدأ حفظ. هنحفظ من أول. من اول هو لحد هاو. زياد يا وائل مش هقول تاني الكاميرا. حاضر بس من أول هو لغاية فين؟ من اول هو من للفعل العاقل لحد هاو كيف. كتابة يا جودي. بعدين بصي يا جودي عشان انتي بس ايه لسه اول حصة معايا فما تعرفيش. الكاميرا ما بتتقفلش خالص طول الحصة يا جودي. أوكي. يعني هعدي النهارده بس كده عشان انتي لسه اول حصة وممكن تبقي مش مستعدة. بس والله الكاميرا بحسبها مفتوحة بس لقيتها مقفولة. اه لا، ولازم ابقى شايفاكي، انا مش شايفاكي، انا شايفه السقف. أنا أهو. ما شايفه ايدك، انا عايزه في وشك. أهو. قمر يا جودي والله. هاتي بقى وشك يلا عشان اشوف انتي مركزه ولا لا. زياد يا وائل الكاميرا يا زياد يا وائل. بس زي العسل يا جودي ما شاء الله عليك. يلا. هديكوا دقيقتين وهقول ستوب وهبدأ اسمع. شيطان رجيم. مش مش لحد هاو بس. لحد هاو اه. أوكي. وزي ما قلت لكم ادوات الاستفهام دي لازم تبقى عارف معانيها ولا مش هتعرف تحل. أوكي. زياد يا وائل من كوكب المريخ للارض صحيت ولا لسه؟ عمال تتاوب هتنيمني هتنيمني. فوق. فوق يا مصر. حط جنبك كوبايه ميه هتفوقك، كل ما تشرب ميه هتفوق.
زي الزرع كده. يا مس انا حاطه 4 ازاز جنبي. بالظبط كده. تشربوا ميه عشان تفوقوا. لما تحس ان انت بتنام، لما تشرب ميه تفوق كده. وعلى فكره حتى في المذاكره جربوها، لما حاجه تقف قدامك وتشرب ميه هتفوق وهتعرف تستوعبها ان شاء الله يعني. مس انا حفظت. عايش. يوسف عبد الرحيم احفظ عدل بالكتاب. بس انا خلصت. عايش. I'm finished. عايش. بتاع الكاميرا بقى شاطر. ورمية راسك على الكنبه دي وزحلقت نفسك لتحت يا زاد هتنيمك. تعدل كده، اقعد مستقيم. ايوه. نعم. ايوه انزل كده. شاطر. اوكي، اعتقد كله كده حفظ. عبد الرحمن حفظ. انت قافل المايك يا عبد الرحمن. اه. عايش. زي الفل يا شباب. طيب هقفل الشير ونفتح الشير بتاع التسميع. شيل ايدك من على خدك يا مالك عشان تفوق. لماذا؟ أين؟ متى؟ مين؟ لماذا؟ ومعلش هستأذنكم بقى، انتوا هتكتبوا لي العربي والانجليش في الكشكول وانتوا بتسمعوا، عشان اتأكد انك عارف فعلا ان دي معناها كده. أنا ما حفظتش عربي. انا بعته على الواتس. اه. بتقول ايه يا زياد يا وائل؟ اعمل ما ايه حفظتش يا مس؟ عربي. لا طب استنوا بقى، عشان ايه؟ عشان انا ده مهم. نفتح الشير تاني خلاص يا زياد، من اول هو لحد هاو. يعني مش فين هاو دي؟ اهي. اول واحده. كيف. هنحفظ كام؟ 1 هنحفظ 2 كام؟ 3 4 5 6 7 8 8. 8. من فوق ولا من تحت؟ يا اسطى من فوق، مش شمال ولا من اليمين. لا، من اليمين كويس. من اليمين. ده عال قوي. يلا. اصلا المفروض انتوا حافظينهم السنه اللي فاتت ومضروبين عليها بالعصايه، فاكرين؟ مضروبين بالعصايه. امم انتوا ما ضربتوش يعني، بس كان عليها ازاي؟ ضرب. مثلا ازاي عدد يا التفاهم مس؟ على الاسوأ. اللي اساله مش هجاوب هلسعه. هتلسعنا ازاي؟ لا هم كانوا بياخدوا معايا في السنتر يا جودي، مش اونلاين. لا هلسعكوا اونلاين على فكره. هم عارفين. اه. خلصت. حد لسه بيحفظ؟ لا يا مس كلنا حفظنا. اوكي.
مس ايوه، من الفعل العاقل دي ما حفظناهاش. دي اول واحده اللي معناها مين للبني ادمين، اسمها ايه؟ اه نسمع. وأيام الرجل العاقل. اللي بعدها برضه حفظناها. هنسمع يا مس ولا في حاجة تانية تتكاتب؟ بس بتزق ليه يا عبد الرحمن؟ نسمع. سمع اه. مين هيبدأ؟ لا يا قلبي، انتوا هتسمعوا كتابه. اه اوكي. محدش يغير. يلا كتابه سمع. ثانية واحدة. ما تسالش ماما يا مالك عشان مش علقكش. يا ميس، لا انا بقول لحضرتك بس ان انت حضرتك نسيتي الملكية فوز. لا ما نسيتهاش، انا كاتباها فوق لمن. اه لمن. ماشي. ماشي. مس قولي يا صاحبي. آم، المفروض في ويتش ناقصة. ازاي يا باشا وانا كاتبه ايهما الغير العاقل؟ اه عشان اوكي. قايلك احفظوا العربي والانجليزي عشان تعرفوا تترجموا السؤال وتحلوه. انا هوقف التسجيل لحد ما تخلصوا تسميع بس في الانجاز كده شباب عشان دقيقه بالظبط واقول ستوب. ضن. دن صور وابعت. ويا شباب اللي عايز يدخل على الجروب برقمه يدخل، انا هشير لكم تاني اللينك بتاع الجروب بتاع الدرس. ماماتكم موجودين وفي بعضكم على الجروب، اللي عايز يدخل برقمه هو يبقى هو ومامته ومفيش مشكله. الجزء اللي بعد كده اسمها ادوات استفهام مركبه. يعني ايه ادوات استفهام مركبه؟ يعني من كلمتين بتديني معنى وفوق شويه كده يا مقالك، لو جنبك ميه اشرب يا مالك. خلاص. عندي كلمه how old كم عمر، بسأل بيها عن العمر او السن. كلمه how many و how much. فاكرين لما خدنا many خدنا much قلنا much تحب اللاتش كميه لا تعد. how many بسأل بيها كم عدد لو بعرف أعد الحاجة، يعني زي البني آدمين الكتب. فأقول لك how many books are there، how many children are there. how many بيجي بعدها اسم الحاجة اللي بسأل على عددها جمع. how many كم عدد. how much بقى احنا كنا بنقول much تحب اللاتش كمية ايه لا تعد. يعني ايه كمية لا تعد؟ يعني بيجي عندها كمية لا تعد uncountable noun. زي كلمة ايه sugar، انا مش هقعد اعد كم ذرة شجر في الشجر عندي. زي ايه؟ زي كلمة sand رمال. زي برضو ايه كلمة milk water. كل دي كلمات لا تعد. لو عايز اسأل قد ايه سكر هقولك how much sugar do you want. طيب how much بسأل بيها بس عن الكمية التي لا تعد؟ قال لي لا. قال لي how much بسأل بيها كمان عن الثمن أو السعر. how much بسأل بيها عن الثمن أو السعر، أو بسأل بيها عن الكمية التي لا تعد. قد إيه قد إيه بس كمية لا تعد. how many كمية تعد. نيجي عند بنسأل how much بنسأل بيها اللي هو مش بيتعد والسعر. أيوة. و how many كم عدد وبيجي بعدها اسم جمع ولازم يكون الحاجة دي بتتعد. نيجي عند how far، ما البعد أو ما المسافة. How far is your school؟ مدرستك بعيدة عنك قد ايه؟ فتروح انت قايل لي مثلا 2 kilometers far، 2 كيلومتر. طيب how long و how tall عدوا عليكوا اعتقد في سنة اولى ابتدائي او تانية مش فاكرة، ولا تالتة، لا تالتة. how long و how tall. قال لي how long بسأل بيها عن اطوال الاشياء. ماشي معايا هنا؟ يبقى بسأل عن اطوال الاشياء بايه يا ملك كده؟ how long شاطر. طب بسأل عن اطوال الاشخاص.
how tall. وممكن كمان استخدم how long مع الأطوال الأفقية و how tall مع الأطوال الرأسية. how big كم حجم. how big is an elephant. حجم الإليفنت قد إيه؟ قال لي 4000 كيلو جرام، 4000 كيلو جرام. أيوة. ممكن يوز تاني how long و how tall. طيب how long و how tall. قال لي how long بسأل بيها عن المدة الزمنية، يعني قعدت قد إيه مثلا how long did you stay at مثلا the hotel. أنت قعدت قد إيه في الأوتيل. أو how long is the Cairo Tower. إيه هو طول برج القاهرة. زياد يا افتح الكاميرا. فأنا how tall how long دي بسأل بيها عن أطوال الأشياء. او how long is a building. طول المبنى قد ايه. وقال لي ممكن كمان اسال لو الحاجه دي رأسيه يعني بالطول، ممكن اسال بهاو طول. ولو افقيه ممكن اسال بهاو لونج. بس خلينا بقى في الايه في الثابت معانا ان هاو لونج للاشياء وهاو طول للايه للاشخاص. how long is a bridge. bridge يعني ايه كوبري. خلاص. وبرج القاهره ممكن اساله بهاو لونج على فكره، ممكن اساله بهاو طول لان هو افق رأسي. بعد كده عندي هاو طول بسأل عن طول الأشخاص. هاو big بسأل بيها عن الحجم. وهاو big برضو بسأل بيها عن المساحة. how big is Egypt. مساحة مصر قد إيه. how often أو how often معناها كم مرة حصل الموضوع ده. وإجابتي عليها بتبقى لا إما once لا إما twice لا إما three times 4 times وهكذا. ما تلعبش في التليفون يا عبد الرحمن. وهتاخدوها على فكرة بتوسع أكتر وإحنا شغالين. يعني إن شاء الله لما نبدأ في المنهج كل ما هتحل معايا الكومبريهنشن كل ما هتثبت معاك. فأنا هستأذنكم في حاجة، أنتوا هتحفظوا لي الباقي ده في البيت. how many و how much و how old و how far how long how tall how big و how often. أوكي. أو how often. التي ساعات تنطق على فكرة. عايزة اتنقل معاك لحاجة تانية بقى. عايزة اتنقل معاك للباراجراف. ميس اسماء، أيوه. هو ممكن ميس حضرتك تبعت لنا بس الصورة بتاعت هبعتها لكم إن شاء الله. بصوا الملزمة بتاعت اه الكورس يا شباب. الملزمة بتاعت الكورس هبعتها لكم على الواتس. وابعت لك الصورة بتاعت ميس اسماء. ادوات الاستفهام بحيث ان في اي وقت تعرفوا ترجعوا لها. هي ملزمه الكورس فيها كل الجرامر وفيها ادوات الاستفهام فيها كل الحاجات دي. حاضر. فكده او كده انا هبعتها لكم على الواتس ان شاء الله بحيث ان انتوا تقدروا ترجعوا لها. طيب تعالى نيجي هنا. food in Egypt الطعام في مصر. هو مديني guide elements يعني كلمات مرشده. كلمه grow كلمه farmers. grow ايه farmers يزرعوا فلاحين. انا مش عايزه الكلمات دي خلاص. احنا قلنا دلوقتي احنا كبار. لما اجي اكتب باراجراف يا شباب هسأل نفسي الست اسئله برضو اللي انا سألتهم وانا بكتب فوق وانا بقرأ فوق الايه القطعه. بس المره دي انا هجاوب عليهم. وات هقول العنوان او الفكره الرئيسيه اللي انا بتكلم عليها. العنوان او الفكره الرئيسيه اللي انا بتكلم عليها ايه. food in Egypt. يبقى اول جمله همهد بيها بالعنوان. انا بس عايزاكم اشربوا بق ميه وتعالوا بسرعه. خدوا بريك دقيقه بالظبط وارجعوا عشان الجزء ده مهم. طيب نكمل بقى كلامنا عن كتابة الباراجراف. قلنا هجاوب برضو على الأسئلة بقى. المرة دي أنا مش هدور على إجابات الأسئلة، لا أنا هجاوب على الأسئلة. وات يبقى الموضوع اللي أنا هتكلم عنه food in Egypt. يبقى لازم أتكلم عن الموضوع ده في أول جملة كده إيه. أقول لك أنا هتكلم عن إيه. يعني أنا لو جيت بدأت كلامي معاك وقلت لك إيه وبيزرعوا بقى بطاطس وطماطم، هو أنت فهمت مين اللي بيزرع؟ لا. يبقى لازم أول جملة في الباراجراف دي أنا بقول لك أنا بتكلم عن إيه أصلا. أنا لازم أفهمك وأنت داخل جوه دماغي عشان تعرف أنا بتكلم عن إيه. فتقول ايه مثلا farmers are very important in Egypt أو farmers are important for Egypt. they grow food for us. بيزرعوا لنا الطعام. بعد كده تبدأ بقى تتكلم بقى they grow كذا وريس كذا أو keep كذا وتبدأ تتكلم عليهم. صح؟ فتعالوا نطبق بقى الموضوع ده هنا. يبقى أنا هو هيبقى الفارمرز أنا هتكلم عنهم إن هم اللي بيزرعوا الأكل في مصر. أيوة يا مالك. أنت رافع إيدك عشان تجاوب ولا رافع إيدك تسأل؟ ميس وممكن نبتدي مثلا نقول مثلا لماذا الفلاحين مثلا ليهم أهمية كبيرة في مصر؟ بالظبط. ممكن ابدا الباراجراف بتاعي اكسلنت يا مالك. ممكن ابدا الباراجراف بتاعي بسؤال
Why farmers are important in Egypt؟ ليه المزارعين مهمين في مصر؟ وابدأ بقى اجاوب عليه في الجمل بقى بتاعتي. خلاص. تعالوا كده نبدأ أول حاجة. يبقى أنت هتبدأ لي أنت بتاعك السؤال بتاعك أنت يا مالك، هتقوله لي إزاي بقى؟ يلا مالين السؤال in English. آه بسم الله. آه وي طيب أنت عايز تسأل تقول لي ليه أو لماذا اسمها إيه؟ و why. ماشي. صح صح. بعديها الفعل آه farmers هتاخد. كذا. ثواني بس. أداة الاستفهام الفعل المساعد فاعل فعل وباقي السؤال. أدي أداة الاستفهام why. الفعل المساعد اللي هتحطه إيه هنا يا مالك؟ farmers دي مفرد. واي الفارمرز جنب. يبقى الفعل المساعد اللي هيجي هنا يبقى إيه؟ اه are. والفاعل مين؟ farmers. فارم. Why are farmers؟ ها مهم بقى يعني امبورت. ايه؟ important. يا Why مس are farmers important؟ ليه يا المزارعين؟ مس يا مس البراجراف بيتكلم عن الفود in Egypt مش الفارمرز. تمام، هو مين اللي بيزرع لنا الأكل في مصر؟ الفارمرز. مش شرط إن أنا أقول لك على طول food in Egypt. فهمتي؟ اه بمهد للموضوع. طب في غلطة أنا غلطتها هنا في أول جملة، مين يقولها لي؟ غلطة خاصة بالبنكتويشن بعلامات الترقيم. ما هي مس صح، المفروض ان هو ده سؤال. تمام، بس في غلطة أنا غلطتها ترقيم. ودي أول جملة في الباراجراف. مين يقولها لي؟ عبد الرحمن افتح الكاميرا يا عبد الرحمن. الواي كابيتال. الواي كابيتال أنا مش عاملاها سمول. بس دي أول جملة في الباراجراف. لا I don't know. think. أول جملة في الباراجراف بدخل على السطر مقدار سنتي. فأنا لازم أبدأ الباراجراف بتاعي إزاي؟ طيب. سألت أول سؤال وقلت ليه المزارعين مهمين في مصر؟ جاوبي لي عليها يا جودي بقى، قولي لي المزارعين مهمين أو المزارعين بيزرعوا الطعام في مصر. اوكي، عشان هما بيزرعوا لنا المحاصيل وبيربوا الحيوانات اللي احنا بناكلها. طب أنا مش عايزة عربي، أنا عايزاكي تقولي لي بالإنجلش إن المزارعين مهمين. because he grow لا اقفي بقى crops. ثواني، اقفي ثواني. because. because مش because farmers مش هي ده farmers جمع او اقول they because they they grow the grow crops. crops. Yes. فين بقى and and um, هما يهتموا يعني ايه؟ انت عايز تقولي يهتموا بايه؟ يهتموا بالحيوانات. لا هم مش بيهتموا، هم بيربوا الحيوانات. يربي اسمها ايه؟ يربي كلمتين، في كلمتين. يعني raise او keep. keep. and raise انا عايزاكم تبصوا animals. كده عشان في اخطاء انا عاملاها، انا مستنيه حد يوقفني فيها. and there is ايه animals. اوكي. في خطأ انا اخطأته هنا، مين يطلعوا لي في الجمله الثانيه؟ مفيش فاصل بين كروبس excellent. excellent. يبقى انا، طب انا ايه اللي عرفني ان في عندي خطأ؟ قريت الجمله بعد ما ايه، بعد ما كتبتها. يلا بقى يا زياد يا وائل. الحمد لله. رحمكم الله. جزاكم الله صح لكم. يلا قول لي جمله. المفروض ايه تاني؟
قولي بقى ايه المحاصيل اللي هم بيزرعوها؟ ريس. رايس، آه، رز، وايه تاني؟ هو شعير بالإنجليزي يعني إيه؟ ايه اللي بالانجليزي؟ شعير. يا اسطى، هو انت هتقف على كلمة شعير؟ طب انت مش عارفها في الامتحان مش هتعمل إيه؟ لازم شعير، في محاصيل تانية كتير قوي. استني يا جودي. وايل. والله ما سامعة. وايل لو يعني هب. ايه واين؟ ويت، قمح. طب قولي هم بيزرعوا، يبقى هقول هم بيزرعوا دي ازاي؟ they they um, planets. plants او grow. مم. بس انا هحط لها اس مع they. لا. تبقى ايه؟ planet. plant. ها؟ و زي plant ايه بقى؟ انت قلت لي wheat. rice and rice. wheat and rice. اوكي، ثانك يو. محمود، زود لي جملة. مم. إيه. هي مش شرط تبقى على المزارعين على فكرة، ممكن تبقى على food in Egypt. قول لي مثلا لا ينبغي علينا ان احنا نهدر الطعام، قولها لي ازاي؟ لا ينبغي نحن لا ينبغي علينا، نحن يعني ايه؟ وي. وي. ينبغي او يجب اسمها ايه بقى يا محمود؟ ينبغي او يجب، خدتوها السنة اللي فاتت. وي شود. لا، مالك ما جابش غير دور. مالك قالها لك، قال لك should يعني ينبغي. طب لا ينبغي اسمها ايه؟ shouldn't. shouldn't. we shouldn't يهدر اسمها waste. we shouldn't waste the food. waste food. لا ينبغي علينا ان احنا ايه؟ نهدر الطعام. صح كده؟ عبد الرحمن، نعم. زود لي جملة. حاضر ثانية. فكر. مس، ايوه، ممكن انا اقول؟ ممكن تقولي. احنا ممكن نقول أم أم اللي هم المصريين عندهم اكل كتير، يعني انواع اكل كتير. ماشي، حلو. هي ساعدتك بيها، هي قالتها لك عربي. قولها لي انجلش بقى يا عبد الرحمن. بس او فكر في جملة تانية. كلمني على اي حد من ماشي. قرايبك فارمر، اي حد من قرايبك يكون مزارع، زي القطعة اللي احنا قريناها فوق. قول لي عمي، خالي، عمتي، والدي، اي حد. ها؟
يلا يا عبد الرحمن. ماشي، انا هقول فارمرز عندهم ضخة مياه، عشان انا رحت قبل كده الصعيد ولقيت هناك. طب انت عارف يعني ايه مضخة مياه؟ بامب ووتر. ووتر بامب. صح. ايوه، ووتر بامب. جميل. هتقولها لي ازاي بقى؟ farmers have pump water. ووتر بامب. Pump water pump. اوكي. farmers have water pump. طيب عايزه اختم بسؤال. ممكن اختم بسؤال تاني؟ ممكن اختم بسؤال على فكره عادي. او ممكن اقول لك tell me about food in ممكن Egypt. يا مثلا نقول I love farmers in Egypt. I love farmers. ماشي، اديني مشاعر. I love farmers. دايما يا مس في أي باراجراف لازم أكتب دايما في آخر الكلمة، في آخر سطر I love كذا بقى. ممكن I don't لازم. like على فكرة. يعني انت بتعبري عن مشاعر. وممكن اختم بقول لك ايه بقى؟ tell me، اخبرني about food in Egypt. اوكي. طيب تعالى راجع لي الباراجراف كده، طلع لي منه اخطاء. اقرا الباراجراف مرة تانية، اقراه عشان انا عندي اخطاء انا سايبه خطأين فيه او اكتر كمان. دوروا من خطأين لاكتر من خطأين، سواء spelling سواء punctuation. زي بلانت المفروض زي التي تبقى يا كابيتال. مس اوكي. وهي المفروض علامة، وهي المفروض ديت أسماء إشارة. ازاي حضرتك عملت النقطة في الآخر؟ في هي شد اسماء وفي شد. الاشاره دي ادوات استفهام يا مالك. أنا آسف، أداة استفهام صح. حضرتك مش عاملة علامة استفهام في الآخر. هي وي اداه استفهام. لا طيب. صح. لا مش موجود صح. صح. اخترتها هو أنا. اتلخبطت ما بينهم، اتلخبطت ما بينهم. تلمي آخرها مش لا استفهام، آخرها ايه استفهام. هي تيل مي دي اداه استفهام؟ في كلمه انا كاتبه السبيلنج بتاعها تلمي غلط يا جماعه. السبيلنج. اه. أريز. يا مس بلان. مم. بامبس. لا. grow. كلمه ويست كده، راجعوا كده السبيلنج بتاع كلمه ويست. with. مالها يا مس؟ صحيحه يعني. مين اللي كان بيقول لي كلمه بامبس غلط؟ معلش معلش، مين كان بيقول لي كلمه بامبس غلط؟ أنا. مفيش حد. ايوه صح، كلمه بامبس غلط. معلش انا كنت مفيش مركزه. حد قال بقى كلمة بمس غلط. لا كان زياد. كلمه ويست يا شباب فضلات او يهدر. ويست يهدر. ممكن يبقى آخرها إيه. اخرها اي و... صح. والحرف اللي في النص ايه مش اي. لسه كنت حاسس، كنت شاكك ان هي اخرها ايه، بس كنت بالظبط. كنت هو ده بقى اللي بتكلم فيه بقى يا مالك. عشان كده بقول لكم لما تستخدموا الفوكاب الكلمات استخدموا كلمات تبقوا عارفين معانيها وعارفين السبيلنج بتاعها. خلاص. طب كلمه انا عارفها نطق بس مش عارفه السبيلنج، لا ما تجازفش وتكتبها. دي كده دور كتبت. على بديل. دي كده كتبت الباراجراف. في حد عنده اي سؤال في السيشن النهارده؟ نو. حد حابب يسأل سؤال؟ اوكي. نو. احنا كده خلصنا.
هبعت لكم الملزمة كاملة بتاعة الكورس على الجروب إن شاء الله، بحيث برضو في أي وقت نحب نرجع لها نرجع لها. وهاخد لكم سكرين شوت كده للي هي أدوات الاستفهام عشان لازم تتحفظ، وهتكتبوا لي هتسمعي الباراجراف. مثلا انا بعتها لك. لا انت مش هتحلي الملزمة، انا بعتها تبقى معاكم يا جودي. يا مس ممكن بس استفسار بسيط. قول يا ميميلك. انا بس كنت بتلخبط في اللي هو مثلا آه لخص الباراجراف سمرايز. التاني. ايوه. ايوه، لازم اقرا السؤال وافهمه يا مالك. هو بيقول لك سمرايز ذا فيرست باراجراف، يبقى ادور على اول باراجراف. طب انا بعرف منين الباراجراف؟ انت لو تلاحظ بتلاقي اخر الجمله داخله عن السطر شويه كده، ومدي لك مسافه بين كل مجموعه كلمات وبين مجموعه جمل ومجموعه جمل. يعني تعالى كده بص معايا هنا، هوريك عملي هنا في الملزمه في الكتاب. بص هنا، فين الباراجراف اللي احنا كنا بنقراه في الكومبريهنشن اهي. ايه اللي عرفني اول باراجراف وتاني باراجراف؟ بص لما بدأ لي الباراجراف التاني يا مالك، دخل عن السطر مقدار ايه؟ صح. سورتي، اللي هي اول حاجه انا علقت لك عليها واحنا بنكتب الباراجراف. انا عارف ما بين الباراجراف والباراجراف، بس انا مش بعرف اعمل سمرايز للباراجراف نفسه. ما احنا اما جينا عملنا الاولاني وقريناه، اما جيت تعملي سمرايز ليه، هو كان بيتكلم عن ايه؟ عن الفلاحين. يعني ما عشان كده احنا خدنا الحين. السيشن النهارده يا مالك، علشان تسأل نفسك الأسئلة دي: what where when how where. تسأل نفسك الست أسئلة دي وتدور على إجاباتها وانت بتقرأ. ايوه. فهمت ولا لسه؟ تمام. طيب انا هديكم كومبريهنشن تانية تحلوها، هبعت لكم سكرين شوت ليها. هتحلوها كومبريهنشن، وهتكتبوا لي باراجراف برضو عن الموضوع اللي انا ايه، يعني هختار لكم موضوع ممكن مثلا your favorite food مثلا، اختار لكم موضوع سهل ممكن تكتبوا فيه يعني. اوكي. تمام. اوكي يا شباب، احنا كده مش اخر حاجه بس، واحنا مش ممكن نجيب كتاب ايه بس عشان نبقى عاملين المعاصر. حسابنا. المعاصر ان شاء الله، المعاصر. بس هو لسه ما مم. نزلش. ماشي. انا اصلا هجيب كل كتب دفعه واحده، عشان كده سألت حضرتك بس. هو المعاصر انجليزي نزل؟ لا مش عارف. انت جبت بقية المواد؟ لا ولا جبت اي حاجه لسه. لا ما هو انا لسه لسه. مستنيهم مفيش حاجة نزلت أصلا. هما بيقولوا لي لسه في تعديل على منهج الانجليش بتاع ستة غير اللي نزل ده. مش كانوا عشان نزلوا كده ما كتاب جبتوش. المدرسة؟ كانوا نزلوا كتاب المدرسة بتاع ستة بتاع السنة مم. دي، بس قالوا لك في تعديل في يا حاجات. مس لو يبقى في مدرسة أنا- من غير مذاكرة. يا سلام. أيوة دي تبقى أحلى حاجة. ما هتبقى احلى حاجه في وقتها، انما في السنين اللي بعد كده هتضطري يا جودي. احنا جربنا ساعه الكورونا. خلاص يا شباب. لا ما هو السنين بقى كلها. لا السنين كلها بيبقى يلغوا التعليم اصلا خالص. ما أيوة. تقلقيش ما تقلقيش، جايين لها ان شاء الله. بس فيعني ايه، اتعاملوا شويه مع الانجليش يا شباب ان هو لغه مش ماده دراسيه. لغه يعني ايه، يعني اكتسب المهارات اللي انا شغالاها معاك دي. زي ما قلت لك كده يا مالك، مش هتيجي غير بالتدريب وانت بتحل حتى، وانت بتقرا الكومبريهنشن يا مالك. اكتب كده الاسئله. مم. يعني مثلا ايه، اعرف الفكره بتاعت القطعه، واكتب وات، واكتب جنبها عنوان للقطعه او الفكره اللي بتدور حواليها القطعه، اللي هو الموضوع بيتكلم تمام. عن ايه او القطعه بتتكلم عن ايه. واكتبها باسلوبك، مش شرط تخططوها يا شباب في ال بس المهم اقراها كويس. المهم ايوه، اقراها كويس تقراها وتفهمها. واترجمها. طب يا ميس في كلمه وقفت قدامي انا ما عرفتش معناها، اعمل ايه يا عبد الرحمن يا زياد يا وائل؟ اعمل ايه يا محمود؟ اروح قاري اللي قبل الجمله الكلمه دي واللي بعد الكلمه دي، واحاول اخمن معناها كده. احاول اخمن معناها من معنى الجمله اللي قبلها، احاول اخمن معناها من معنى الكلمه اللي قبلها والكلمه اللي بعدها. خمن المعنى، ما تقفش على معنى كلمه. انتوا مشكلتكم ان انتوا بتبقوا ماشيين بالورقه والقلم. انا وقفت على معنى كلمه، طب انا مش عارف معناها ايه، خلاص انا مش فاهم القطعه. مش شرط. وساعات بيبقى في كلمات اصلا معناها مش مؤثر في معنى الكلمه القطعه اصلا. ممكن يا مس لو مثلا معنى حاجة مش فاهماها بشوف اللي بعدها وبسيبها يعني. ايوه بالظبط، ده اللي بنتكلم فيه. خلاص يا شباب، هبعت كل ولو حاجة إن شاء الله على الواتس. احنا خلصنا السيشن بتاعنا، وشكرا ليكوا على هذا السيشن. سلام.